جاتو شاتو اسهل والذ جاتو ممكن تجربوه في البيت بطريقه ناجحه جدا. هيطلع معاكو شكله طعمه لذيذ احلى كمان من اللي احنا بنجيبه من بره. مكوناته كمان بسيطه، ببيضتين بس هتعملي الجاتو القمر ده. طعمه لذيذ قوي، الشوكولاته مع الكريمه مع الكيك. يلا نبدأ. اول حاجة انا معايا هنا كوباية من السكر، ضفتها في الخلاط، عليها نص كوباية من الكاكاو الخام، كمان عليها كوباية من اللبن، كوباية من الزيت، كيس من الفانيليا. هنضرب كل ده مع بعض في الخلاط لحد ما يجيلنا صوص تقيل كده بالشكل ده. هناخد بقى منه كوباية، ده صوص الشوكولاتة. هناخد منه كوباية كده لان احنا هنستخدم صوص الشوكولاتة ده في حاجتين هنشوفهم مع بعض دلوقتي. هاخد كده كوباية منه وهشيلها في التلاجة، كوباية كبيرة كده وحلوة. بعد كده الخليط بقى اللي في الخلاط هنحط عليهم بيضتين، هنخفف بقى الخليط ده بالبيضتين وهنضربهم تاني مع بعض كويس. بعد كده هجيب بولة وهحط عليها المصفى، وهحط كوباية من الدقيق، عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح، وهنخلهم كده كويس. بعد كده هضيف عليها الخليط. بصوا الخليط بقى خفيف معانا ازاي بالشكل ده، وهنضيفه على الدقيق. نقلب بقى كل المكونات دي مع بعض لحد ما نوصل لقوام الكيك المظبوط. هنقلب بقى كل ده مع بعض بالشكل ده. الخليط مش خفيف ولا تقيل قوي، قوام مظبوط للكيك بالشكل ده. هو اقرب انه يكون تقيل شوية صغيرين. بعد كده معايا صينية وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، مستطيلة كده. هدهنها بقى دهنة كويسة من الزيت عشان الكيك ما يلزقش معانا. بعد كده هضيف عليها الخليط بتاع الكيك. بص قوام الكيك عامل ازاي. هكون بقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هفرد كده خليط الكيك في الصينية، اسويها وهدخلها الفرن لحد ما تستوي. هختبرها كده بالخشبة دي او بالشوكة او باي حاجة. طلعت معانا نظيفة مفيهاش اي خليط من الكيك، يبقى كده هي مستوية. هسيبها بقى تبرد وهنعمل الكريمة. نص كوباية من السكر البودر هنكسرها بس كده، ونحط عليها كوباية من الكريم شانتيه الخام، كمان كوباية من المية المثلجة فيها قطع تلج. هنضربهم بقى كويس بالمضرب الكهرباء او المضرب اليدوي، بس هتاخد معاكي وقت شوية. نضربها بقى كويس قوي لحد ما نوصل لقوام الكريمة المظبوط. خلاص كده بقت جاهزة معانا. بصوا الكريمة بقت عاملة ازاي. هنحط عليها بقى معلقة من صوص الشوكولاتة اللي احنا كنا شايلينه في التلاجة. كوباية صوص الشوكولاتة خدنا منها كده معلقة كبيرة، هنحطها على الكريمة ونضربها تاني بالمضرب. بقى معانا موس شوكولاتة. خلاص كده الكيكة اتأكد ان هي بردت كويس قوي قبل ما اضيف عليها الكريمة. الكيك تكون بردت خالص. هفرد بقى عليها طبقة الكريمة بالشكل ده. بجد الكريمة لذيذة جدا، مخلية الجاتو زي اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط، ويمكن احلى كمان. هنفرد بقى الكريمة القمر دي، نفردها كويس كده على الكيك. كوباية الكريم شانتيه عملت معانا كمية حلوة من الكريمة، كريم الشانتيه الخام. هفردها بقى كويس قوي كده. احاول ان انا اسويها. انا غسلت المعلقة اللي انا بفرد بيها عشان تفرد معايا كويس. هحاول اسويها على قد ما اقدر، وهدخلها التلاجة شوية، يعني تقريبا نص ساعة قبل ما اضيف عليها صوص الشوكولاتة. هننضف بقى بس كده، نمسح بالمنديل بواقي الكريمة اللي على الصينية.
دخلتها بقى التلاجة نص ساعة. بعد كده هاخد صوص الشوكولاتة، باقي صوص الشوكولاتة اللي كان في الكوباية هنفضيه كده في بولة وهنخففه بشوية لبن. لو بتحبوا الصوص تقيل ممكن تحطوه زي ما هو كده، بس هيبقى صعب معاكم شوية في الفرد. الاسهل ان احنا نخففه بشوية من اللبن. خففناه بقى كده شوية وهنقلبه. نطلع الكيك من التلاجة وهنفرد عليها صوص الشوكولاتة ده، هيبقى سهل معانا في الفرد. انا مخففتوش قوي، هو كده وسط، هيبقى تحفة معاكي وسهل جدا في الفرد وشكله حلو وطعمه كمان لذيذ جدا وصوص سهل قوي. يعني هناخد شوية من خليط الكيك هيعمل معاكي الصوص القمر ده. هنفرده بقى، بصوا بيتفرد معانا بسهولة عشان خففناه شوية. كمان بعد ما نفرد صوص الشوكولاتة هندخل برضو الجاتوه في التلاجة تقريبا ساعة قبل ما نبدأ ان احنا نقطعه. هنحطه ساعة في التلاجة. بصوا هيتفرد معانا بسهولة وشكله حلو جدا. دخلته بقى التلاجة نص ساعة يجمد بس شوية قبل ما نبدأ ان احنا نقطعه. خلاص كده بعد ما طلعناه هنقطعه بقى نفس شكل الجاتوه. بصوا بجد الشوكولاتة سايحة والكريمة مع الكيك بجد طعمه خطير تحفة. عمل كمية حلوة من الجاتوه ببيضتين بس. بصوا بقى شكلها مظبوطة ازاي، صوص الشوكولاتة والكريمة وقطعة الكيك بجد طعمها رهيب. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملولي لايك. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتقولولي ايه رأيكم.